لو انت واحد داخل مجال البرمجة جديد فاكيد اكبر مشكلة بتواجهك وهي اختيار التخصص، فاكيد يعني فلو انت واحد محتار ما بين اختيار التخصص فاحنا هنتكلم عن 5 خطوات تخليك تختار التخصص صح والمناسب ليك. فيلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد. لو انت ضيف جديد معانا ما تنساش تشترك تحت في القناة عشان خاطر بإذن الله يوصل لك كل جديد. لو انت ضيف جديد معانا في القناة فما تنساش تشترك في القناة عشان خاطر يوصل لك كل جديد. يلا بينا نبدأ بالحاجة رقم 1. حاجة رقم 1 معانا وهي الاهتمامات الشخصية. لازم تشوف حضرتك بتحب ايه، يعني لازم كده قبل ما تخش مثلا الكلية او لو انت تتعلم برمجة وجاي خلاص تختار التخصص، لازم تشوف ايه هي الحاجة اللي انت بتحبها، ما تخشش يعني هباء. يعني شوف، هل انت مثلا واحد ميال للالعاب اكتر، واحد بتحب تبني مواقع، واحد بتحب تبني تطبيقات، واحد بتحب الحماية، واحد بتحب التحليل. فكده يبقى يكون رقم 1 وهي الاهتمامات الشخصية. لازم تشوف سيادتك مهتم بايه، ايه هي الحاجة اللي انت بتحبها، ايه هي الحاجة اللي انت ميال ليها. رقم 2 معانا وهي سوق العمل. سوق العمل لازم تشوف سوق العمل سيادتك طالب ايه، يعني ما تروحش تختار تخصص هباء. افرض انت مثلا اخترت تخصص هو اصلا مش مطلوب خالص في سوق العمل او سوق العمل مكتفي بيه. يعني لازم تختار تخصص يكون سوق العمل طالبه وسوق العمل عايزه، ما تختارش تخصص او اي تخصص كده وخلاص. فاختار التخصص اللي سوق العمل عايزه. مثلا انت حضرتك ناوي ان انت تشتغل مثلا في سوق العمل بتاع المصري، فلازم تشوف سوق العمل المصري، اعمل حساب على لينكد ان، شوف سوق العمل المصري طالب ايه، ما تختارش اي حاجة هباء. يمكن سوق العمل دلوقتي مش محتاج مثلا مبرمجين مواقع، انت ليه تخش مثلا وتمرمط نفسك وتتعلم حاجات سوق العمل مش محتاجة حتى لو انت ميال ليها؟ طب سوق العمل مش محتاجة، طب سوق العمل مش محتاجة وانا ميال ليها، يبقى ما تخشهاش. ليه؟ لان انت هتتعلم الحاجة فعلا اللي انت بتحبها بس سوق العمل مش محتاجة. فانت لازم تاخد حاجة يكون متوفر فيها شرطين، يكون متوفر فيها اهتماماتك الشخصية، يكون متوفر فيها ان سوق العمل عايز الحاجة دي. رقم 3 معانا وهو اهدافك الشخصية. لازم تشوف ايه هي اهدافك الشخصية. لازم تشوف هل انت في دماغك مثلا ان انت تكون واحد بتاع العاب، واحد بتاع تطبيقات حماية. طبعا انت هتيجي تقول لي يا عم انا مش عارف اختار التخصص، يعني ازاي مثلا ان انا هقوم جاي قايل لك انا مثلا اهتماماتي كذا او معرفش ايه او اهدافي كذا، مثلا ازاي مثلا انا هاجي اقول لك ان انا هدفي 1 و2 و3 و4 وانا اصلا مش عارف اختار التخصص؟ هقول لك اقعد على الكمبيوتر كده واقنع نفسك ايه هي الحاجة اللي انا بحبها. ما هو اكيد انت هتلاقي حاجة انت بتحبها. مش معقول ان انت داخل اصلا المجال دوت وانت مش عارف ايه هو الحاجة اللي انت بتحبها، فطبيعي ان انت هتلاقي حاجة انت بتحبها. اقعد كده وشوف، هل انا مثلا بحب اقعد احلل، بحب الجبر، بحب الاحصاء، واحد بحب الحماية، بحب الجو اللي هو لازم اكون انا اللي هو بحب انا مثلا جو الحماية واكتشاف الثغرات وجو المغامرة دوت. هل انا واحد بحب ان انا اعمل مواقع، يجينا عميل واعمل له موقع والكلام دوت، واحد بحب ان انا اعمل تطبيقات، واحد بحب ان انا اعمل العاب. كل ديت اهداف شخصية وتحترم على فكرة. مش ان انا مثلا هاجي اقول لك مثلا قول لي ايه هو اهم مجال مطلوب في سوق العمل، قول لي ايه هو المجال اللي ليها مستقبل، رغم ان انت لو جيت سألت السؤال دوت طبعا هديك المجالات اللي ليها مستقبل. بس ما ينفعش اجي اديك مجال ليه مستقبل وانت اصلا مش حابه. لازم اديك حاجة ليها مستقبل، حاجة تتناسب مع اهدافك الشخصية، حاجة تتناسب مع سوق العمل. يعني مش اي مجال وخلاص، مش اي حاجة هباء، مش اي كوسة مع الفول. ما ينفعش اصلا الكوسة مع الفول يعني. ماشي. الحاجة رقم 4 معانا وهي مهاراتك الحالية. ما ينفعش تكون واحد بلطة في الانجليزي، لا مؤاخذة يعني، ما تعرفش اي حاجة في الانجليزي وتيجي تقول لي مثلا انا اخش مجال زي السايبر سيكيورتي. لا يا حبيبي، روح طور الاول من نفسك في الانجليزي، بعد كده بقى تعالى خش المجال دوت. الانجليزي مالوش لازمة، ده كل حاجة بتبني على اللغات التانية. لا، ما هو هنا بقى في النطق. يعني ان انت مثلا واحد مش شاطر في الانجليزي، انت هتيجي تنطق اصلا انت مش عارف تنطق. لو جيت قلت لك انطق لي 1 انطق لي 2 انطق لي 3، انت مش هتعرف تنطق. فلازم تطور من نفسك في الانجليزي، وعندك الكورسات مليانة على اليوتيوب. فطور من نفسك في الانجليزي، بعد كده بخش اتعلم مجال يكون فيه انجليزي كويس. الحاجة الأخيرة معانا وهي برضو حاجة مهمة وهي التجربة. لازم تشوف تجربة شخصية. يعني مثلا لو انت مثلا ملكش أخ أكبر منك، جرب التجربة الشخصية. فحاول تخش في بيئة عمل، شارك في جروبات على الفيسبوك، شارك في جروبات على التليجرام، واسأل كل واحد عن تجربته الشخصية. مش هاجي أقولك اعمل زي ما هو عمل يعني ومقارنة بالآخرين، لأ، انت هتشوف ناس يعني
تجربة مثلا الناس ديت. يعني مثلا تنزل مثلا بوست مثلا وتيجي تقول ايه هي مثلا تجربتك مع مجال الفرونت اند والباك اند، ده لو انت خلاص ناوي تخشه. فهتلاقي بقى ناس بقى وتشوف اراء الاخرين يعني، وتشوف وجهة نظرك من اتجاه مثلا اراء الشخص دوت. واحد مثلا جه قالك ده المجال جميل ومعرفش ايه، واحد جه قالك ده المجال معرفش ايه وخلاني اسيب المجال اصلا. فانت هتشوف كل واحد وتشوف اللي حصل معاه دوت وايه السبب بتاعه. يعني ايه السبب مثلا ان انت تحب المجال دوت، وبعد كده بقى هتشوف نفسك انت بقى، هل انت مثلا مقتنع بالناس اللي قالت لك المجال دوت كويس؟ هل انت مثلا مقتنع بالناس اللي قالت لك لا المجال دوت مش كويس والمجال دوت ابعد عنه وشوف لك مجال تاني؟ فالتجربة الشخصية برضو ديت حاجة مهمة، بس هتيجي لما انت تخش وتحط نفسك في مجتمعات زي جروبات على الفيسبوك او جروبات على التليجرام. كده يا صاحبي يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص. فلو انت استفدت بقى ما تنساش طبعا ان انت تشترك في القناة علشان خاطر يوصلك الكورسات ويوصل لك الحاجات اللي احنا هننزلها في مجال السايبر سيكيورتي او مجال البرمجة عموما، وتحديدا السايبر سيكيورتي. فلو انت مهتم باي حاجة ومهتم بالنصايح ما تنساش تشترك في القناة وتشرفنا وتنورنا، والسلام عليكم.